بالنسبة اللي شدوهم آخرهم اليوم حسب ما سمعت صوفيا باللمان تاع ليون شدوها. صوفيا تعدت الحدود للأسف الشديد، برغم من أنني أتعاطف معها، ولكن تعدت الحدود. ما طلقت حتى واحد اللي جات تسب وتهد ونجي ندير لك نصنع لك كذا نبعث لك جماعة، يعني كلام غير مقبول. لدرجة أنها تعدت على صحفية أمام القنصلية الجزائرية في ليون. صحفية جاية في مهمة من الجزائر تعدت عليها وضربتها أمام القنصلية، أمر غير مقبول. يعني بلطجة ما بعدها بلطجة. مرأة وين تروح تسب الناس، وين تروح ترخصهم، وين تروح تضربهم، يعني دايرة شيكور. إذا تم اعتقالها كفرنسية لأنها تحمل الجنسية الفرنسية. أنا مانيش نستشفى فيها ولا راني فرحان، لا أبدا، وأتمنى إطلاق سراحة في أقرب الأجال، يسمعوها اليوم ويطلقوها أو يقدموها أمام وكيل الجمهورية ويتم إطلاق سراحة. ولكن الإرهاب الفكري أو الإرهاب اللفظي وهذا الترهيب وهذا العنف اللفظي مرفوض في الجزائر وخارج الجزائر، وخاصة خارج الجزائر. لماذا؟ لأنك تمثل بلادك. يعني الصحافة الفرنسية اليوم بيفهم وغيرها يقولوا الفرنسية الجزائرية، يعني تحمل جواز سفر فرنسي. بيفهم أنا نشوف فيهم يكتبوا عليها ويهضروا عليها فرونكو الجيريان، يعني جزائرية. يقول لك الجزائريين معنفين، شوف راهم يديروا كذا وكذا وكذا ويهدوا الناس والإرهاب والترهيب وكذا. هذا أمر مرفوض رفضا قاطعا، نرفضه وندينه. لا نقبل هذه الممارسات المشينة للجزائر، نرفضها.